شنو خطير. انا خالد اقول لك لحظه، قال له مش معقول واش ما بغيش دوله عربيه تفوت دور نصف النهائي يقولوا لنا نبقاو نوصلوا نصف النهائي ونمشوا بحالنا. ليش؟ ما يصير حكم يحكم الدور؟ قال يعني قال الحق قال يعني خلوا الحكم المكسيكي قسم. ايش قال حكم فانتينو؟ قال له مش ما بغيش دوله دور نوصلوا نصف النهائي ونمشوا بحالنا. ليش؟ يعني قال الحق قال يعني خلوا الحكم الحكم اليوم عاود قسمنا. خالد السؤال بعد السؤال عشان نكون واضحين، احنا في لو الحكم بين يعني كان عنده ضغط كبير وثم نهاروا لما قال الحكيم. انا خالد اقول لك لحظه. لكن خلينا نشوف هل وصلت قدم اللاعب، هل وصل قدم المدافع لقدم المهاجم؟ هل نرجع هي اللقطه دي معلش نرجع اللقطه دي هي اللي هتبين لنا. لا خلاص راحت اللقطه اللي فاتت معلش. ايوه نرجع تمام. بس هنا شوف حضراتكم هنا ادي اللقطه بتاعه ارتكاب المخالفه. هنا المعيار لا يمكن أن نضع في الاعتبار أنها لمسة خفيفة أو لمسة ثقيلة، المهم أن لها تأثير أم لا. أعتقد هناك عرقلة بإهمال من المدافع كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح كرواتيا. طيب نشوف حالة ثانية أيضا طلب فيها المنتخب المغربي مطالبة بمخالفة. هنشوف مع بعض اللعبة مرة ثانية من هنا. طبعا اللاعب جاي من مسافه، وايضا الكتف في الظهر وليس في الكتف، مش متساويين عشان اقول ان في مكاتفه. كتف في الظهر اذا هناك مخالفه. المخالفه كانت خارج منطقه الجزاء وكان يجب احتساب ركله حره ولكن خارج منطقه الجزاء. الحاله الاخيره هنشوفها مع بعض ايضا ونشوف هل كان في تاثير وكان في مخالفه ولا لا. نشوف مع بعض. عاليه لاعب بيقفز علشان يلعب وبعدين مطالبه ايضا باحتساب مخالفه واللعب مستمر. طبعا بعد ما توقف الكره سيبحث حكم الفار. نشوف مع بعض. نشوف اللاعب رقم 16 ونشوف يده التي تمسك اللاعب رقم 19 وتؤثر على قدرته على لعب الكره. لاعب بيلعب كره وهو المهاجم والمدافع لا يلعب الكره. المدافع يضع يده ويمسك بيده وهذا المسك يؤثر على المهاجم. نشوف مع بعض تاني اهو. نشوف اهو المهاجم اهو ده المسك اللي منع المهاجم ان هو يلعب الكرة بالشكل الصحيح. شوفوا ميلة جسمه ورا، هذا الميل ورا ده خلى الكرة تصطدم بيه بدلا من انه يلعب الكرة بكل اريحية لم تصطدم. انا بقول ليه مفيش منافسة؟ لان المهاجم بيرتقي عشان يلعب والمدافع مستقر في مكانه، قدمه على الارض، لا يلعب لا ينافس، ولكنه استخدم يده في انه يوقف المهاجم من لعب الكرة. لان في ناس كتير جدا بتتكلم عن فاول خفيف وفاول قوي وفاول. المهم هنا التأثير، المهم هل كانت منافسة ولا لا. لم تكن هناك منافسة في هذه الحالة. المهاجم يرتقي والمدافع مستقر على الارض ويكتفي بوضع يده ليمنع المهاجم من انه يلعب الكرة بالشكل الصحيح. ركلة جزاء لم تحتسب لصالح المغرب. انتهت المباراة وانتهت الحكاية، ولكن هناك اخطاء لابد من رصدها.